السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد، وكم هنعمل بقى النهاردة فطاير سخنة كده حلوة تدفي في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. عايزة اقول لكم ان ريحة الخبيث في البيت يعني جميلة جدا وبتدفي كده، يعني الريحة بس بتاعت الخبيث في البيت بتدفي. فقلنا بقى نعمل شوية فطاير سخنين كده جنب شوية شاي كده زي ما انتم شايفين، بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا هي دي طريقة بوريك الافران يعني. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، وحطيت في بولة 3 معالق من صلصة الطماطم، وحطيت عليهم نص كوباية مية، وحطيت معلقة كبيرة خميرة. طبعا باكت الخميرة بقى عبارة عن معلقة، ما فيش اكتر من كده، يعني هو الباكت كله معلقة. وكمان حطيت عليهم معلقة من السكر، وقلبتهم بالشكل ده. وحطيت ملح على الدقيق، رشة ملح على الدقيق، وحطيت كمان نص معلقة بيكنج باودر. وهنا معايا بيضة، هحط عليها نقطة كده صغيرة او معلقة صغيرة قوي من الخل عشان طبعا زفرت البيض. ولو في فانيليا يعني الفانيليا او الخل ده او ده. هنزل بقى بتلات ارباع البيضة كده معايا، واسيب ربع، يعني اسيب معلقة كبيرة كده بالشكل ده كده. هنزل بالمقادير السايله ديت على الدقيق معايا بالشكل ده كده، وهنقلب. وهبتدي بقى ان انا اشتري المعلقه وانزل بايديا بقى واعجن بايديا وكده. طبعا جنبي كوبايه من الميه، بنزل بالميه تدريجي، يعني نقطه بنقطه شويه بشويه، عشان زي ما انتوا عارفين الدقيق بيختلف كل نوع عن نوع غيره يعني. في دقيق بياخد ميه كتير، وفي دقيق ما بيحتاجش ميه كتيره. فبدأت ان انا انزل المية شوية صغيرين بشوية صغيرين كده، لحد ما ما القوام بتاع العجينة ظبط معايا، وما عدتش محتاجة اي سوائل. محتاجة دلوقتي ان انا اعجن في العجينة بتاعتي كويس اوي لحد ما تنعم معايا. بالشكل ده كده فضلت اعجن فيها، لميت العجينة من الطبق اللي بشتغل فيه او البولة اللي بشتغل فيها، ونزلت بالعجينة على الرخامة عشان اقدر اتحكم فيها. وطبعا هنا انا افتكرت ان انا ما حطيتش معلقتين الزيت، فقمت رايحه جايبه بقى الزيت وحطيته في المرحله دي كده، وبدات ان انا اعجن. فمفيش اي مشكله يعني. المهم ان انت يعني لحقت نفسي في ان انا افتكرت الزيت كنت هنساه. بعد ما حطينا بقى الزيت، طبعا العجينة بدأت تلزق، لان طبعا الزيت لسه هيختلط في العجينة، فبتبتدي تلزق حبة بحبة بالشكل ده. بس طبعا مع كتر العجن هتلاقيها لمت منك تاني خالص، وما فيش فيها اي تلزيق ولا اي حاجة. اهو بالشكل ده كده فضلت اعجن فيها لحد ما لمت. وايديا طبعا ما عادش فيها عجين، فحطيتها بقى في الطبق بتاعي وركنتها. الصراحه انا ما طولتش عليها في ان هي تخمر يعني. المفروض كنت اسيبها، احنا في الجو برد طبعا، فالمفروض كنت اسيبها نص ساعه على الاقل. فبصراحه مستعجله فعملتها، بدات اشتغل فيها بعد ربع ساعه كده. قطعتها بالشكل ده كده كور كده بطريقه عشوائيه يعني. وبدات ان انا اخد كل كوره افردها بايدي بالشكل ده كده. وطبعا هحشيها جبنه بيضه. طبعا انت الحشوه بتاعتك يعني تقدري تحشيها جبنه مثلثات، تقدري تحشيها جبنه رومي، تقدري تحشيها بسطرمه، اي نوع حشو انت تفضليه حطيها. ميكس جبن، خلطه بيتزا، اي حاجه تقدري انك انت تحشي بيها. انا بحبها بالجبنه البيضه، فعملتها بالجبنة البيضة. وتقدري تحشيها بأي حاجة عندك، يعني ما توقفيش نفسك على حاجة معينة. بدأت بالشكل ده كده احط العجينة، اخد الكورة افردها بايديا فردة بسيطة كده، واحط فيها قطعة الجبنة، واقفلها من تحت كويس قوي، وابتدي ان انا ارولها على ايدي كده رول، وارص في الصينية. اهو بالشكل ده كده بطريقة سهلة جدا، مفيش اسهل من كده يعني. مش محتاجة انك انتي تفردي على بمردانة او باي لا، بصي بايديكي كده على طول. اه، حتة العجينة في ايديكي تفرديها كده، وتبتدي تحطي قطعة الجبنة وتقفليها من تحت، وتروليها على ايديكي كده رولة كده بسيطة كده عشان تديكي الشكل الطولي ده.
ما شاء الله النص كيلو عمل لي كمية حلوة قوي، وكمان الواحدة مش صغيرة، هي في الحقيقة اكبر يعني، وكمان لما بتتخبز وتخش الفرن بتطلع ما شاء الله حجمها حلو قوي. بالشكل ده كده خلصت الكمية بتاعتي كلها ما شاء الله اللهم بارك. والفرن بتاعي سخن. نسيت اقول لكم ان شويه البيض الصغيرين اللي خدناهم، دهنت الوش بالشكل ده كده علشان يديني اللون الاحمر الحلو. ولادي ما بيحبوش على الوش لا سمسم ولا حبه البركه ولا اي كلام من ده. طبعا انت تقدري تعملي كده. دخلتها الفرن ما شاء الله بالشكل ده، بدأ الوش بتاعها ياخد لون، واول ما اتحمرت من تحت ومن فوق كويس قوي بسم الله ما شاء الله طلعتها، وكانت بالشكل التحفه ده. وعايزه اقول لكم كانت ريحتها قلب البيت كله. يلا بقى نعمل كوبايه شاي كده حلوه في الجو الساقع ده، والفطاير بتاعتنا طالعه من الفرن كده سخنه، وما شاء الله كانت جميله جدا. عملت لماما كوبايه شاي، طبعا ماما ما بتشربش كوبايه الشاي كامله، فعملت لها نص كوبايه وعملت لنفسي كوبايه شاي، وقعدنا نفطر انا وماما والولاد، وما شاء الله كانت جميله جدا جدا. يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو اول مره تشوفي قناتي يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.